جاس فرينج، أول ما تشوفه مش هتحس بأي حاجة غريبة. راجل مؤدب مبتسم لابس نضيف، بيدير سلسلة مطاعم فراخ. بس الحقيقة ده مش مجرد مدير مطعم، ده واحد من أخطر الشخصيات في عالم بريكنج باد وبيتر كول سول. ولو انت بتحب المحتوى ده فياريت ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نكمل الفيديو. اللي بيخلي جاس شخصية مميزة هو انه مش بيبان عليه زي الشخصيات التانية، سواء وولتر او هيكتور او توكو. كلهم واضحين، لكن جاس لا. هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة، هو زي التعبان اللي بيزحف ببطء. وقت ما يقرر يهجم بيخلص. هو مش زيه زي الباقيين اللي بيصرخوا ويهددوا. لا، جاس مختلف. سكوته هو الرعب الحقيقي. لما يبصلك بنظرة ثابتة وانت مش قادر تفهم هو بيفكر في ايه، دي لحظة بتخليك تتجمد. في بيتر كول سول عرفنا اكتر عن بداية جاس. جاي من تشيلي وماضيه غامض جدا، محدش عارف هو كان بيشتغل ايه هناك. لكن في مشهد بينه وبين هيكتور، بيصرخ عليه وبيقوله ان هو الوحيد اللي عارف اصله. الحكومة الأمريكية نفسها مش لاقية معلومات كافية عنه. لما هانك في بريكنج باد حاول يدور على خلفية الراجل ده، لقى إن تاريخه تقريبا ممسوح. وده بيقول لنا حاجة واحدة بس: جاس مش راجل عادي، ده شخص اتدرب واتعلم واتجهز. واللي واضح ان جاس كان ليه علاقة قوية جدا بالحكومة او المخابرات في تشيلي. وده بيخلينا نسأل: هو بقى كده ازاي؟ هل هو اتولد شرير ولا اتحول؟ جاس مش بس بيسيطر، لا، هو بيبني امبراطورية كاملة من غير ما حد ياخد باله. عنده واجهة محترمة، مطعم ناجح، لكن ورا كل ده عنده معمل مخدرات تحت الأرض. وبيشغل شبكة ضخمة بذكاء رهيب. هو مش بيصرخ ولا بيضرب، هو بيهدد بهدوء، والهدوء ده هو اللي بيخلي الناس تترعب أكتر. بيختار كلماته بدقة، ولو ابتسم ابتسامته دايما وراها حاجة مش مريحة. جاس عارف هو بيعمل ايه وازاي، وبيشتغل على المدى البعيد. مش بيتصرف بعشوائية مثلا زي توكو، ولا عنده جنون العظمة زي هيكتور. كل خطوة محسوبة، كل حركة محسوبة، وعشان كده هو مرعب. لما والتر وايت دخل حياته الموضوع اتغير. الاتنين دول زي القط والفار، كل واحد بيحاول يسبق التاني بخطوة. والتر كان شايف ان جاس هو المستقبل، بس بعد كده فهم انه عدو ذكي جدا. في الاول جاس كان بيحاول يجذب والتر، يديه احساس انه شريك مهم، انه ليه قيمة. بس في نفس الوقت كان بيراقبه، بيختبره، بيشوف ردة افعاله. جاس بيحب يسيطر، مش بيحب يكون في حد زيه. والتر من ناحيته كان بيكبر ويتغير، وبقى أكثر طموحا وأكثر عنادا، وده خلى المواجهة بين الاتنين تبقى شبه حتمية. ومن أكتر العلاقات اللي بتكشف طبيعة جاس هي علاقته بهيكتور سلامانكا. في كراهية متبادلة بقالها سنين. هيكتور شايف جاس مجرد مدير مطعم فراخ ومش بيحترمه، لكن جاس كان دايما صبور ومستني لحظة انتقامه. وفي بيتر كول سول بنشوف ازاي جاس بيكسر هيكتور نفسيا، مش بيقتله لأ، بيسيبه يتعذب، يبقى عاجز على كرسي متحرك. وده بالنسبة لجاس أحلى انتقام. جاس ما بيغلطش في انتقامه، كل حاجة عنده محسوبة. حتى انتقامه من هيكتور ما كانش مجرد رد فعل، لأ، ده كانت خطة طويلة الأمد فيها صبر واستفزاز وإذلال. اللي يخوف في جاس مش بس انه مجرم، لا، هو مجرم منظم، بيخطط للي هيعمله وبيخلي ضحاياه يتمنوا الموت قبل ما يجي. في خلفية احداث بيتر كول سول بنشوف جاس بيبني معمله العملاق تحت الارض، بيصرف ملايين وبيوظف ناس من المانيا، وكل حاجة بتتم بسرية تامة. ده مش تاجر مخدرات عادي، ده واحد بيبني مؤسسة كاملة. هو عايز كل حاجة تبقى مثالية، حتى في شغل الإجرام عنده معايير، عنده نظام. وده بيخلي حتى الناس اللي شغالة معاه تخاف تغلط. رغم عبقرية جاس، والتر قدر يسبقه في الآخر، قدر يستخدم هيكتور نفسه كسلاح. اللحظة دي لما جاس دخل الأوضة وهو واثق إنه مسيطر، وخرج بعد ثواني نصه طاير. لحظة عبقرية، هي لحظة انهيار أسطورة. أول مرة نشوف جاس خارج عن سيطرته. مشهد موته من أكثر المشاهد تأثيرا في المسلسل. جاس بيقدم لنا نوع جديد من الشر. هو مش شر مندفع ولا عشوائي، ده شر هادي، منظم، صبور. وده بيخليه أكتر خطورة. زي ما قال الفيلسوف الإيطالي نيكولو ميكافيلي: الرجل الحكيم لا يجب أن يتجنب أن يكون شريرا، إذا كانت الشرور ضرورية لتحقيق هدفه. وجاس مثال حي للجملة دي. ونيجي هنا للممثل جين اسبوزيتو. قدم أداء عبقري. ازاي بعينه وبنبرة صوته وبابتسامته قدر ينقل كل الرعب ده من غير ما يرفع صوته حتى. في لقاءات كتير اتقال ان جينكارلو قرر يعمل جاس كأنه روبوت، بيتحرك بهدوء، بياخد نفسه قبل ما يتكلم، وكل حركة محسوبة. جاس فرينج
هو مثال للشخص اللي عرف يخبي حقيقته تحت وش مبتسم، وعاش سنين في الظل، لكنه وقت ما قرر يطلع عمل ضجة. هو مش مجرد شرير، هو مدرسة، شخصية هتفضل عايشة في ذكرى أي حد شاف بريكنج باد أو بيتر كول سول. الشخصيات اللي كان فيه بينهم احترام متبادل هو مايك. ومايك كان بيحترم جاس لأنه راجل منظم وهادي وبيعرف يتحكم مش متهور. وفي نفس الوقت جاس كان بيقدر مايك لأنه عملي وبيعرف يشتغل من غير دراما. العلاقة بينهم كان فيها توازن نادر جدا في عالم العصابات. الاتنين عندهم كود أخلاقي معين ملتزمين بيه وبيحبوا النظام، وده خلى مايك يبقى الدراع اليمين الحقيقي لجاس في معظم خططه. رغم كل حاجة شريرة عملها جاس، كتير من الجمهور بيحبوه أو على الأقل بيحترموه. ليه؟ لأنه ذكي ومنظم وبيفكر قبل ما يتصرف، لأنه مش بيقتل لمجرد القتل لكن بيعمل كل حاجة لحساب. جاس بيجسد فكرة إن الشر مش دايما لازم يبان عليه، وبيخلينا نفكر: طب كام شخص في حياتنا ممكن يكون زي جاس، مبتسم لكن ورا الابتسامة دي في عقل بيحسب كل حاجة؟ واحدة من الحاجات اللي بتخلي جاس شخصية معقدة هي طريقة تعامله مع الناس حواليه. هو مش بس زعيم أو شرير، هو كأنه آلة متحركة في إحساس بشري بسيط لكنه محكوم بالكامل وبالمنطق والاستراتيجية. جاس قليل لما يظهر مشاعره الحقيقية حتى مع أقرب الناس ليه زي مايك. ساعات بنشوفه في لحظات ضعف لكنه بيكتمها على طول، وده بيخلي الواحد يتساءل: هل جاس فعلا فاقد الإنسانية ولا بس متعلم إنه يخبيها؟ لو بصينا على جاس من ناحية القيادة هنلاقي إنه نموذج في السيطرة النفسية. مش بيستخدم العنف بس كوسيلة لكن كأداة ذكية للضغط، وبيعرف امتى يتراجع ويمشي خطوة ورا عشان يرجع بقوة أكبر. في عالم مليان فوضى وعصابات، جاس بيبني نظامه على الاحترام والخوف مع بعض. بيخلي الناس اللي حواليه يحسوا إنه مش بس قائد لكن كمان حكيم بيشوف الصورة كاملة. ده درس لأي حد عايز يتعلم. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وأهم حاجة تكتب لنا رأيك في كومنت. واستنى الفيديوهات